بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم تعالى. هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن الإعلان الخاص بشركة كوكاكولا على قميص النادي الأهلي، أو رعاية الشركة على قميص النادي الأهلي في الموسم الجديد. طبعا كلنا تابعنا الصور اللي انتشرت في الساعات الأخيرة عن رعاية النادي الأهلي وحصوله على عقد مع شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية، ودي اللي هتكون على قميص النادي الأهلي في الموسم الجديد إن شاء الله. طبعا الصور انتشرت خلال ساعات علشان خاطر حملة انتقادات تم توجيهها للنادي الأهلي واللاعبين اللي عملوا الحملة دي، علشان خاطر طبعا كلنا عارفين إن شركة كوكاكولا هي إحدى الشركات التي تدعم الكيان الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني، وده طبعا بيساعد كتير في الحرب وجرائم الإبادة اللي بتتم لأهالينا في قطاع غزة. طيب، على النقيض أيضا انتشرت صورة لتيشيرت نادي الزمالك، واللي كان بيرتديه عناصر المقاومة في حركة حماس، ولكن طبعا الصور دي ما كانتش حقيقية، ولكن كانت صور مركبة، خصوصا ان التيشيرت اللي كان بيرتديه عناصر حركة المقاومة حماس وهم بيقوموا بأحد العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني، ما كانتش بتحمل شعار نادي الزمالك، ولكن كان تيشيرت أبيض وفيه رسمة خطين الحمر اللي بيكونوا موجودين على القميص. طبعا الصور طلعت إنها فوتوشوب، صور مش أصلية. بالنسبة لعقد رعاية النادي الأهلي وحصول شركة كوكولا على رعاية القميص الموسم اللي جاي، طبعا الساعات الأخيرة انتشرت الصور بخصوص الحملة اللي تم تصويرها في استاد التتش، واللي نالت انتقادات من البعض خلال الفترة الأخيرة. النادي الأهلي معلقش لحد دلوقتي على الأزمة دي وما طلعش أي بيان رسمي، ولكن بيقال إن عقد الرعاية ده عقد قديم، وده قبل أحداث 7 أكتوبر، واللي راح ضحيتها لحد دلوقتي الآلاف من المواطنين والأشقاء في قطاع غزة. طبعا الساعات اللي جاية هنشوف النادي الأهلي هيطلع بيان ولا لأ، لكن لحد دلوقتي اللي ظهر في الإعلان بعض اللاعبين زي حراس الفريق مصطفى شوبير والزنفولي، موديست، كريم فؤاد، أفشة، ومحمود كهربا، وبعض اللاعبين الآخرين. دي كانت ملخص القصة الخاصة برعاية النادي الأهلي شركة كوكاكولا. طبعا الكل بيرفض هذه الحملة، خصوصا إن شركة كوكاكولا من الشركات اللي بتدعم الكيان الصهيوني، وده اللي بيقوم بيه أو بيساعده في جرائم الحرب والإبادة ضد أهالينا وأشقائنا في قطاع غزة. شكرا لحضرتك.